صباح الخير. كيف الحال؟ صباح الخير، عاملين ايه الاخبار؟ الحمد لله، يوم جديد في السعي. يوم جديد يعني للسعي. الحمد لله رب العالمين. يوم جديد، الواحد صحة كويسة. يوم جديد الواحد عنده نشاط، عنده حيوية انه يقدر يقوم يعمل اي حاجة. يوم جديد في بيتنا او في بيتك او في بيتي. ف يا رب، يا رب يكون في عون اللي ما عندوش اي مكان يستقوى بيه او ما عندوش اي مكان يتدفى فيه. يا رب يكون في عونهم يا رب. أه انا صاحي النهارده يعني برضه متاخر، يعني كالعاده، ولكن انا بقالي فتره بحاول اصحى بعد الفجر او اعمل روتين بعد الفجر لاسباب كتير. انا مجرب روتين قبل الفجر او روتين الفجر من كذا سنه، يعني من فتره كبيره. وفعلا كان الموضوع يعني مفيد جدا، مريح للجسم، نشيط. الواحد بيصحى نشيط جدا الصبح. ولكن بحاول اعمله دلوقتي ومش عارف صراحة. يعني كل يوم بقوم بصحى مثلا الساعة 5:15، 5:20، والاقي نفسي بفصل التليفون تاني، يعني اللي منبه بيصحيني او انا بصحى، واروح فاصل التليفون بمنتهى السذاجة واقفل وانام تاني. يعني انتوا مش متخيلين يا جماعة الجو آه، يعني بره البطانية عامل ازاي وجوه البطانية عامل ازاي. فالانسان كده كده بطبعه كسول، يعني هو بيحب الكسل وبيحب النوم. طبعا احنا في الشتاء، فالشتاء بتاعت نوم اصلا وبتاعت كسل غير طبيعي ولا ارادي. فانا بحاول اليومين دول إن فعلا احافظ او اعمل روتين جديد اللي هو روتين الفجر، يعني ان شاء الله. ولكن بقالي فترة كبيرة كبيرة جدا بفشل. بس آه، هنحاول يعني ان شاء الله تاني وتالت ورابع وخامس، يعني لحد ما نعمل الروتين اللي احنا عايزينه. يا إلهي، لا بجد بجد الموضوع صعب. ده ايه ده ربنا يكون في عون اخواتنا وامهاتنا في الموضوع ده احنا يعني يعني احنا مستفزين قوي يا جدعان. احنا بنرمي الاوضه، بنرمي حاجات غريبه في كل حته في الاوضه، ما بنسيبش مكان الا لو في كراكيب. ونبقى زعلانين ان احنا لما بنقوم او مثلا نروح شغلنا ونرجع نلاقي الاوضه مثلا زي ما هي. ما طبيعي يعني. اشيل الحاجات دي تروح فين الحاجات دي؟ ولا انت اصلا بتجيبها منين؟ الحمد لله نضفت الأوضة. خلينا بقى نروح نصلي ونرجع تاني إن شاء الله، عشان نشوف الشغل اللي ورانا بقى بجد. هنشوف الشغل اللي ورانا بجد. 10 دقايق، 10 دقايق بشيل في حاجات، يعني مش كركبة غير طبيعية كانت في الأوضة. فالحمد لله عن فضل. بس حاجة أخيرة، في حاجة غريبة كده لاحظتها عن نفسي الفترة اللي فاتت ومن ساعة يعني تقريبا ما الشتا دي ابتدت. وانا يعني واخد بالي منها قوي. هي قعدت معايا تقريبا مثلا ممكن من 10 ل 15 يوم حاجة زي كده. واكتشفت ان احنا بقى ايه، كمان احنا كبشر لينا فصول، لينا مواسم، يعني زي مواسم الشتاء، الصيف والشتاء والربيع والخريف. احنا كمان كبشر لينا مواسم برضو. اللي حصل ايه بقى في ال 15 يوم دول؟ ان انا ما كنتش قادر اعمل اي حاجه. يعني كنت كسول لدرجه غير عاديه. في نفس الوقت يعني كئيب قوي، مش طايق حد، مش طايق حاجه، مش طايق اعمل اي حاجه. ومش عارف السبب، يعني انا جاهل ايه السبب اللي مخليني اعمل كده. ولا اكتشفت بقى يعني الموضوع ان انا يعني بمر بمرحله اكتئاب كده اللي هي ايه، من بدايه الشتاء يعني الساقعه قوي، وبدايه الشتاء بقى يعني البدايه الشتويه يعني الصح. ف طبعا من ساعه ما فهمت الموضوع ده يعني، وابتديت بقى اللي هو ايه اهدى، اتعامل عادي طبيعي. انا عارف ان انا مش عارف انجز اي حاجه، فبحاول ان انا يعني اعيش بقى ايه وابقى هادي، يعني ما ببقاش ضاغط على نفسي ان انا ايه ليه مش عارف اعمل، ليه مش قادر اعمل، وهي حاجه مش بايديا، هي حاجه مش بارادتي. فمن ده اتعلمت ان احنا كمان لينا بطاريه، احنا كمان لينا فصول اوقات كتيره جدا هنبقى عايزين نبقى منتجين، عايزين ندرس، عايزين نتعلم، عايزين نسافر نروح ونيجي. ولكن مش هنقدر علشان احنا لينا بطاريه، لينا الليميت، احنا كبشر برضو لينا ليميت. كل واحد يعني ممكن ما يكونش عارف الليميت بتاعه، في ناس ممكن تبقى عارفه الليميت بتاعها. ولكن كل ما ادركت ايه الليميت بتاعك وايه البطاريه بتاعتك بتفصل امتى وازاي تشحنها، ازاي تشحنها، لان ده مهم جدا. هتعرف تعيش
وتعرف تتعايش في الوضع اللي انت فيه. بحاول بصراحة بقالي فترة ان انا اقوم صلاة الفجر، ولكن فعلا مش قادر مش قادر اقوم، وحاسس بالذنب شوية، لان هي لها عوامل كتيرة مهمة. انت تصحى تصلي الفجر، دي اول حاجة طبعا. والحاجة التانية انت هتصحى، يعني هتاخد يوم طويل، يوم يعني مثلا انت لما تبدأ مثلا يومك الساعة 5، الساعة 6 مثلا وليكن، انت ممكن تخلص تقريبا كل شغلك، كل الحاجات اللي وراك اللي انت عايز تعملها قبل الساعة ما تيجي 10 يعني، وتبتدي بقى يوم جديد، يعني يوم تاني بعد انت ما خلصت اصلا الحاجات اللي عليك. فلا هي ليها مميزات كتيرة جدا. فانا بحاول ان انا اعمل كده حقيقي، بحاول. وفعلا زي ما قلت لكم ان الشتاء يعني الشتاء تحت البطانية حاجة، وبره البطانية حاجة تانية. هي فعلا النقطة الفارقة في الموضوع ان انت لما بتصحى، اول لما بتفتح عينك مثلا وقت الفجر، يعني قبل اذان الفجر، ان انت يا تقوم يا ما تقومش، مفيش حاجة وسط يعني. انا حاولت افهم، هو انا ينفع يبقى في حاجة وسط كده ان انا اقعد شوية بعد كده اقوم؟ لا، هي يا اما هتنام يا اما هتقوم. يعني حته الوسطيه بالذات في حته الصحيان دي وقت الفجر، انا بالنسبه لي انا مش لاقيها، يعني مش لاقيها حرفيا. ف جربت فعلا في كذا مره كنت بقوم واروح الحمام وبعد كده اتوضى واصلي او اتوضى واروح للمسجد يعني. بس بحاول يعني، مازلت دي ممكن تبقى المحاوله. ممكن لا يعني محاولات كتير قوي يعني، ممكن توصل لمئات يعني، ممكن توصل لمئات يعني، رقم كبير جدا بجد. بس يعني انا كبني ادم بعمل اللي عليا، انا بحاول التزم باقل القليل يعني. فالنهارده يوم جديد للسعي، هنحاول ننجز الحاجات اللي ورانا. وانا بفضل طبعا ان انا يكون معايا ستيكي نوت او تو دو ليست، بس يكون فيها الحاجات اللي انا هعملها في يومي النهارده. فطبعا النهارده السبت، فالنهارده اجازه. ف يعني انا، وده هنعمل للموضوع ده فلوج تاني، اللي هو ايه، انا كل ما بكبر يعني، الواحد كل ما بيكبر بيفهم ان الجمعه والسبت مش للطلعات، مش للخروجات، مش للاجازات، مش لاي حاجه يعني. لدرجه ان انا في واحد صاحبي كل ما بيكلمني، يعني هو زي اخويا بالظبط يعني، هو بيكلمني مثلا او يقول لي مثلا هنطلع الجمعه، نخرج السبت، وهو في نفس اللوب بتاعتي يعني، هو في نفس المرحله بتاعت الانتاجيه ومرحله المحتوى والتسويق والبتاع. فانا بحاول اهرب منه يعني، من كتر ما انا مش عايز اطلع بحاول اهرب، اطلع حجج ان انا مش فاضي، عندي مشوار، عندي مش عارف ايه. ولكن مش دي الحقيقه على فكره. انا مش عايز اطلع يعني، انا بحس ان انا اللي هو مش عارف، انا ما عملتش حاجه عشان اطلع يعني، فاهمني؟ بحس ان انا مش حابب حته موضوع الطلوع اصلا او الخروج، لان انا مبقتش صغير، ان انا حد مسؤول. انت كل ما بتكبر كل ما بتفهم ان قد ايه انت عليك مسؤوليه، قد ايه انت عليك ضغط، قد ايه ان انت العمر بيجري بيك وانت لسه مثلا ما عملتش حاجه. بس في نفس الوقت انت بتحاول تعمل اللي عليك، بتحاول تلتزم، بتحاول تنضبط في حياتك علشان ربنا يكرمك. علشان يعني استحالة انت ربنا يكرمك وانت مثلا مش منضبط، مش ملتزم، ما عندكش مبادئ، ما عندكش اخلاق يعني. بخلاف ده اللي انا اعرفه. ف فبس يعني كبرت والجمعة والسبت مش للطلعات، مش اجازة اطلاقا. فالنهاردة انا يعني اجازة فعليا من الشغل، ولكن مش اجازة من التعليم والبراكتسنج والايه والاستمرارية في التعليم. النهارده ان شاء الله انا باخد كورس، كذا كورس يعني. انا مشترك في منصة، فباخد منها كام كورس كده، متارجت رقم كورسات كبير السنة دي ان شاء الله. وان شاء الله هحاول التزم بيه يعني، وهعمله حتى برضو ملتزم يعني. عندي تارجت للقراءة برضو في كذا كتاب. والجدير بالذكر ان معرض الكتاب ابتدى من يوم 20 اللي هو تقريبا النهارده او امبارح، النهارده تقريبا. النهارده تقريبا. فلو في حد عايز ينزل معرض الكتاب، انا هنزل الخميس الجاي ان شاء الله يعني، هحاول انزل الخميس. فهنحاول ايه بقى، نخلص اللي ورانا ونرجع لكم في اخر اليوم ان شاء الله. استنونا في اخر اليوم بقى عشان نديكم ابديت وايه بقى اللي ايه كان بيحصل في اليوم، مع ان انتوا شفتوا كل اللي حصل في اليوم. ولكن
خلونا اقول لكم ايه اللي حصل. يعني ننهي اليوم ان شاء الله بالقوت اللي انا يعني بحبه جدا، وهحكي لكم بقى القصه بتاعته ان شاء الله بس في اخر اليوم. في مقوله لسيدنا عمر بن الخطاب انا بحبها جدا جدا، وانا من اشد يعني المحبين والمعجبين بشخصيه سيدنا عمر بن الخطاب من زمان قوي. وحاليا بقى يعني بحاول اقرا يعني كل حاجه عنه، او كل ما بتيجي بس صفه واحده من صفاته او قصه او موقف من مواقفه مع النبي صلى الله عليه وسلم، بنبهر بالعقليه دي، وانها كانت في الاسلام وفي وقت ما يعني موجوده في الاسلام. المقولة هي ممكن تكون سمعتها، ممكن تكون سمعتها قبل كده يعني، ولكن هي لا أبالي أصبحت على ما أحب أو على ما أكره، فلا أدري الخير فيما أحب أو فيما أكره. هي تبان بسيطة يعني، تبدو كده لوهلة إن هي عادي كده، اللي هو عندنا زي ما بيقولوا عندنا بالانجلش سيمبل، يعني حاجه بسيطه جدا يعني، ولكن في مضمونها لا، هي عميقه جدا جدا لابعد مما تتخيل. الانسان بيفضل يفكر ويتعب نفسه في ان هو يخطط ويجهز بلان وبلان بي ومش عارف ايه، وده طبيعي يعني، اي حد، وانا عن نفسي بعمل كده واغلب الناس بتعمل كده. بس لما الخطه ما تمشيش زي ما هو عايز، يعني طبعا ما تكونش حاجه حلوه او حاجه لذيذه ان هو يعني يبقى مثلا مخطط وتعبان ومجتهد ومش عارف ايه، فيزهق بقى او ايه، او يزعل، يعني يزعل او يحزن على المجهود اللي هو عمله. فانا بحب المقوله دي بالذات علشان كده، اللي هو ايه، انا ما اعرفش اصلا اللي انا بعمله ده في خير، يعني في خير ليا او في خير لحد ولا لا. فانا مدرك كل الادراك ان هي لو فيها خير هتمشي لوحدها، ولو فيها لو مش كويسه او فيها شر او حاجه مضره ليا ومضره للناس مش هتمشي. فبقيت بقيت ماشي بالمبدأ ده في حياتي، اللي هو طالما انا من البدايه بحاول امشي على حاجه صح، او بحاول اخطو خطوه او خطأ صحيحه، فمش منشغل قوي بالحاجه نجحت ولا لا، على قد ما انا منشغل ان الحاجه تكون سليمه وانا ماشي في سياق سليم ما فيهوش اي مشاكل بقى يعني دينيه او دنيويه يعني. او بالبلدي لا ضرر ولا ضرار. بس انا من اشد المعجبين لسيدنا عمر بن الخطاب. انا بحب اي حاجه ليها علاقه بسيدنا عمر بن الخطاب جدا يعني. طيب ده كان فلوج النهارده، دلوقتي بالليل، فالحمد لله انا انجزت الحاجات اللي ورايا يعني، واتمنى كمان ان انت تكون انجزت الحاجات اللي وراك. اشوفكم على خير. سلام.